راح نحكي عن اللغة الكردية بالزمن الحزب البعث، فينا نقول النظام البعثي. طبعا المناطق الكردية كان ما نقول التعليم باللغة الكردية، راح نقول الحكي باللغة الكردية ضمن المدارس كان ممنوع منعا باتا. يعني ضمن المدرسة يمكن أطفال يحكوا بين بعضهم باللغة الكردية، كان المعلم إنه يقول لهم احكوا بالعربي، ممنوع اللغة الكردية، فما بالك التعلم باللغة الكردية. كان في صعوبات كتير للطلاب، يعني يجي طالب متعلم اللغة الكردية الأم ببيته، اللغة الكردية الأساسية، لما بيجي على المدرسة بينصدم بلغة تانية، ما في مادتين مع بعضهم لحتى تكون مساعدة، يعني اللغة الكردية منعا باتا، فبينصدم بواقع لغة تانية، فبيواجه صعوبات. يعني أنا فيك يقول إنه الطالب للمرحلة الابتدائية يا دوبه يصير يفهم على معلمه بالمدرسة. مراحل اللغة بالثورة في بداية صار في عنا بعد، فينا نقول بعد سنة 2015، يعني بلشت المدارس باللغة الكردية تنفتح، بلشت دورات سريعة ومعاهد للمعلمين إنه يتعلموا اللغة الكردية، صارت اللغة موجودة بجميع المناطق الكردية. هلا مثل ما ذكرنا صار اتفاقية، وواحدة من الاتفاقية وحدة حقوق الشعب الكردي هي اللغة، بس لنجي للواقع إنه اتفاقية صارت بين الدولة الحكومة السورية القائمة حاليا، بس هذا الشيء لازم يكون محفوظ بدستور دائم. يعني يجي أي شخص أي حكومة أي شيء احتمال تلغي القرارات تلغي الشيء، بس الدستور بيحمي الحقوق على مدار يعني السنين القادمة كلياتها.